نروح للثالثه او للرابعه. مستحيل طبعا يكون عندنا هداف الدوري المصري، واحد من احسن لعيبه الكره المصريه في الوقت الحالي، واحد ممكن يلعب بثلاث اربع اماكن في وسط الملعب، بيلعب 10 اداها بشكل ممتاز جدا مع مارسيل كولر. مع تغيير الطريقه والبوزيشن تالق امام عاشور. لعب 8 اكتر من رائع، ولعيب امكانياته فنيه عاليه جدا، انه بيلعب بوكس تو بوكس، اللعيب الوحيد اللي ممكن يشوط من خارج خط 18، اللعيب الوحيد اللي ممكن تلاقيه مباشر على الجول بسرعه كبيره جدا، اللعيب الوحيد اللي ممكن يوصل لل 18 بجزء من الثانيه يساعد الثلاثه اللي قدام. اللعيب اللي ممكن يلعب في ثلاث مراكز، يلعب على اليمين ويلعب على الشمال ويلعب تحت راس الحربه، وبالتالي بتتكلم على لعيب هداف دوري، فنيا ممتاز، امكانياته عاليه جدا، فايق، يعني يضيف للمنتخب المصري. عدم اختياره برضو عليها علامه استفهام، وجهه نظري كبيره جدا من كابتن حسام حسن. وفي النهايه انا اتفهم ليه ممكن ما ياخدش كريم الدبيس وكريم حافظ، اتفهم ليه ما ياخدش عمر جابر، وان كنت قلت ان عمر جابر ممكن يكون عنده مشكله معاه. مهند لاشين لانه خد محمد شحاته ودونجا، عنده حمدي فتحي وعنده مروان عطيه، ممكن حد يقوم بالدور ده. انما انا شايف ان السته كمركز سته، اللعيب الوحيد اللي ممكن يشتغل مع مروان عطيه هو مهند لاشين، ولكن الوحيد او اللعيب اللي المفروض يكون موجود ضمن قائمه المنتخب المصري ومن اللعيبه الاوائل ويتحط ومن بدون كلام ونقاش هو امام عاشور. تتكلم على واحد هداف الدوري، لعيب نص ملعب، ولكن في كل التكتيك اللي اتلعب بيه، اللي لعب بيه مارسيل كولر، اذا كانت 3 4 3 او 3 5 1 1 او 3 4 2 1 او 4 3 3، امام عاشور كان نجم، كان امكانياته الفنيه عاليه جدا. وبالتالي انا شايف انه يساعد مع مرموش، يساعد مع تريزيجيه، ويساعد كمان مع صلاح ومصطفى محمد. لو لعبت 4 3 3 امام عاشور ينفع، لو لعبت 3 4 3 امام عاشور يكون موجود، وبالتالي ده كان المفروض يكون موجود. طبعا انا عارف ان فكره الباك ليفت هو هيحاول يعمل تعديل، يلعب بثلاث قلوب دفاع، ويلعب بتريزيجيه على دايره نص، على طرف نص الملعب الشمال، والناحيه اليمين يلعب بزيزو، ويلعب باثنين دايره اللي هم مروان عطيه وحمدي فتحي، ويلعب بثلاثه اماميين، عمر مرموش طبعا، مصطفى محمد ومحمد صلاح، وثلاث قلوب دفاع منهم محمد هاني. وبالتالي ده التفكير اللي في دماغ كابتن حسام. علشان كده اختياره عدم اختياره لكريم الدبيس او كريم حافظ او اللعيبه اللي بتلعب كاطراف، خصوصا في اصابه محمد حمدي، هو بيفكر في كده، عاوز يختار لتريزيجيه مكان، عاوز يلعب بالتشكيله بتاعه الثلاثه، عاوز يبدا بحمدي فتحي، كمان ممكن يبدا بحمدي فتحي كلاعب قلب دفاع، ولعب بيه كتير جدا، يلعب كورته من تحت كويس، وهنا في التوقيت ده كان ينفعك امام عاشور، كان يشتغل معاك كويس جدا.